بسم الله ما شاء الله. كل الكمية دي من كيلو دقيق، ليه ما نعملهاش؟ الله عليها مع كوباية شاي أو حتة جبنة. أهم حاجة إنها سهلة وبسيطة وما بتاخدش أي وقت، وطعمها فعلا تحفة. بصوا الجمال. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. لايك وشير كتير. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، أول حاجة بننزل بكوبايتين من المية، مية دافية زي دمعة العين. ضفت معلقة كبيرة خميرة فورية، ودول 6 معالق من السكر. ما تخافوش، المعجنات بتاعتنا مش هتسكر، هتنفع للحادق وللحلو. هنقلبهم حلو جدا ونضيف عليهم كوباية من السمنة. أنا سيحتها حاجة بسيطة، اوعى تكون سخنة وتضيفيها على الخميرة. حابين تعملوا نص الكوباية سمنة ونصها زيت براحتكم. دي حاجة بسيطة من الفانيليا. وكل ده هندوبه مع بعضه عشان السكر يدوب معانا، وهنركنه على جنب. معايا كيلو من الدقيق، انا جايبه الكوثر وبصراحة حلو جدا. هحط عليه معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، ودي ذرة من الملح، ومعايا معلقة ونص لبن بودرة. وممكن نضيف بدال كوبايتين المية كوباية مية وكوباية لبن حليب ونعجن بيهم. بس بصراحة العجينة بالمية بتبقى أخف بكتير. هنضيف الخليط على الدقيق وهنقلب كده تقلبتين 3 عشان ما نبهدلش الدنيا بالدقيق يا حبايب قلبي. وبعد كده هنستعمل ايدينا، هنلم العجينة ونشوف محتاجة مية هنزود. في الوقت ده احتاجت ربع كوباية كمان من المية. لميت العجينة وخدتها على الرخامة وهندب فيها، نطلع غلبنا فيها حبايب قلبي. انا في الوقت ده بصراحة ايديا وجعتني. قيمة 5 دقايق رحت مغطياها وسبتها 5 دقايق ورجعت لها تاني. في ال5 دقايق دول العجينة بتريح وبتبقى سهلة جدا، ما بتاخدش معانا قيمة 3 دقايق او 5 دقايق كمان في العجن. وبعد كده بنلمها امتى؟ لما تبقى زي ما انتوا شايفين ناعمة معانا. هنجيب البولة اللي عجننا فيها وننزل فيها بحاجة بسيطة جدا من الزيت، وهنغطي العجينة كده بالزيت، وهنغطيها بكيس تلاجة، شنطة اللي عندنا، وهنغطيها بالفوطة ونسيبها تخمر. لو في صيف هنسيبها قيمة ربع ساعة تلت ساعة. لو في شتا بنسيبها تخمر قيمة ساعة الا ربع عشان هتخمر تاني معانا. خمرت معايا بفردها بالشكل ده. دي اسهل طريقة عشان نقطع بيها العجينة. الشكل واضح قدامكم. في الوقت دوت انا هغطيها اي كيس تلاجة عندك عشان العجينة ما تنشفش معانا. وهناخد حتة حتة من العجينة ونقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. حركة الميزان للناس اللي بتحب الحاجة بالجرام. هنجيب العجينة ونوزنها على الميزان. انا في حدود 30 جرام، كل قطعة عجين في حدود 30 او 29 جرام زي ما انتوا شايفين كده. وفي قطعة 31 جرام. انا بالنسبة لي ما تفرقش معانا، كله هيتاكل. بنمسك حتة حتة من العجينة وبنكورها ونبقجقها زي ما انتوا شايفين، وبنخلي الوش الناعم من فوق. نعمل بقى 10 حتت من العجينة او 15 حتة ونغطيهم عشان الوش ما ينشفش معانا بتاع العجين. انا بس بوريكم ازاي بنقطع العجينة. بنكورها او بنبجقها. خلصنا 10 قطع من العجينة او 15 قطعة، بنجيبهم نفردهم زي ما انتوا شايفين، نتك عليهم ببطن ايدينا مش بصوابعنا بالشكل ده. حاجة بسيطة. ونرصهم في الصاج مش مدهون اي حاجة. 10 قطع 15 قطعة. وبعد كده بنقطع عجينة من تاني ونكورها ونبجقها. حلوة بنبجقها دي حبايب قلبي، طول عمري بقولها لكم في اي وصف. ولما نيجي نرص العجينة نحط كل قطعة بعيدة عن التانية عشان لما يخمروا ما يبقوش لازقين في بعض.
انا بعد بص كل حتة في ناحية. طلعوا صاجين، وزي ما انتوا شايفين صاج صغير. بنغطي السيجان لو في الصيف نص ساعة وتخمر معاكي، لو في شتاء بياخدوا قيمة ساعة. بندخلهم الفرن وهي سخنة جدا على أعلى درجة حرارة في الرف الوسطاني. مفيش ربع ساعة هتاخد لون من تحت. هنطفي من تحت الفرن ونولع الشواية وعينينا عليها عشان تاخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه. وزي ما احنا متفقين اي معجنات بنخرجها من الفرن بنغطيها قيمة 10 دقايق عشان تطرى معانا. شايفين الجمال؟ دي بقى قشطة الافران، اقسم بالله طعمها تحفة. كانوا بيتخانقوا عليها من جمال حلاوتها. تتاكل بحتة جبنة بكوباية شاي، فطار عشاء، فعلا تحفة. والكمية بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم تجربوا الوصفة وتقولولي طلعت حلوة معاكم ولا لأ؟ من كيلو دقيق بسم الله ما شاء الله عملنا الكمية دي. لو جبناها من الفرن هنجيبها بكام؟ ب70؟ ب100؟ طب ليه ما نعملهاش في البيت بكيلو دقيق وهيشبع البيت كله؟ وشايفين الجمال؟ لا سحر ولا شعوذة، طلع تحفة. هسيبكم بقى في رعاية الله.